بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. امي حبيبتي الغالية، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا ابدا. انا عايزة اقول لكم ان انا من غير امي ديت ولا اي حاجة في الدنيا، وحياة ربنا امي ديت دنيتي وحياتي وكل حاجة ليا يعني. والله العظيم عايزة اقول لكم ان انا من غيرها مسواش اي حاجة نهائي. انا عندي امي ديت لو حصل لها اي حاجه، والله العظيم انا عارفه ان في ناس مش هتصدقني، انا ممكن اموت نفسي بعدها. انا من حبي في امي يعني انا فتحت عينيا اصلا ما لقيتش الا امي اللي حواليا. فامي دي بالنسبه لي دنيتي كلها. طبعا جابت لي الموسم بتاعي، هي بتجيبهولي كل سنه. بتجيب لي من كل حاجه كده شكاير شكاير، وبتجيب لي كراتين، وبتجيب لي حاجات كتير قوي يعني. والله العظيم امي ديت بالنسبه لي الدنيا كلها. ربنا يخليها ليا يا رب وما يحرمنيش منها ابدا، ويديها طولة العمر كمان وكمان يا رب. ربنا يخليكي ليا يا احلى حد في الدنيا، وما يحرمنيش من وجودك ابدا. جابت لي شكارة دقيق. هو الدقيق ده طبعا هستخدمه في كل حاجة، هو اخراج 72، فالدقيق بيستخدم لأي حاجة يعني. 72 ده معاكم بيخش في المخبوزات وفي كل حاجة. جابت لي شكارة سكر. انا طبعا معرفش الاسعار عشان هي مقالتليش على الاسعار، تمام. جابت لي كرتونة زيت شطارة. جابتهولي برضو ربنا يخليها ليا يا رب. جايبالي شكارة دقيق، جايبالي شكارة سكر، جايبالي كرتونة زيت. جابتلي صفيحة صفيحة سمنة روابي. انا مبحبش استعمل الا هي بصراحة، طعمها تحفة، اللي هي بطعم القشطة دي، طعمها خطير. وجابتلي علبة جبنة طارق اللي ما بقدرش استغنى عنها. ما شاء الله بيبقى طعمها حلوة، وهي جبنة حادقة بس طعمها حلو. يعني هي جبنة حادقة، مش اللي هي الجبنة الحادقة بتاعة المش، لا هي جبنة حادقة بيضة. ما شاء الله كانت جميلة جدا، وطبعا قديمة بقى ومش قادرة اوصف لكم على طعمها وجمالها. جابت لي بقى، انا والله ما كنتش شفت الكرتونة دي كان فيها ايه. انا جيت من عندها على طول، جيت فتحتها. طبعا انا ما كنتش اعرف فيها ايه. هي قالت لي اما تروحي ابقي افتحيها وشوفيها. جابت لي فيها طبعا بقى بوست الهند وزبيب وبلح، وجابت لي مكرونات وشعريه، وجابت لي لسان عصفور. جابت لي حاجات كتير اللهم بارك. جابت لي شاي لبتون. انا عارفه ان هو مقطعه بس هي اللي جايباه مش انا. ربنا يبارك فيها يا رب وتعيش كده وتجيب لي كمان وكمان. ربنا يديها طولة العمر ويبارك لي فيها ويخليها لي يا رب. جابت لي بلح رطب، اللي هو البلح الطري ده اللي هو يعتبر اسمه بلح عجوة عندنا. وجابت لي بلح ناشف، وجابت لي سوداني، وجابت لي ترمس، وجابت لي علب صلصة، وجابت لي علب مربى، وجابت لي ايه تاني يا ربي مش فاكرة والله. جابت لي ايه تاني هنشوف مع بعض اهوت. الكرتونة دي طبعا كان فيها كل حاجة اللي هي الفرداني. جابت لي ترمس، جابت لي سوداني، جابت لي مربى، جابت لي لوبيا، جابت لي عدس، جابت لي مكرونة. جابت لي اشكالات مكرونة ولسان عصفور والشعرية. وجابت لي طبعا عصير تمر وعصير مانجا. هي عارفة ان انا بحبهم. بصوا هي بتجيب لي الحاجات اللي انا بحبها والحاجات اللي انا بستخدمها، يعني هي مش بتجيب حاجات كده وخلاص، عشان في حاجات كتير جدا انا ما بستخدمهاش وحاجات ما بحبهاش. فطبعا جابت لي الحاجات اللي انا بقدر ان انا استخدمها، واللي ما بتقعدش عندي وقت، عشان برضو الحاجات اللي هي مثلا زي الحبوب والحاجات دي بتسوس. فانا بستخدم الحاجات دي على طول، فهي عشان كده بتجيب لي الحاجات اللي انا ببقى محتاجاها. ما بتجيبليش الحاجات اللي هي مثلا تقعد عندي فترة كبيرة فتبوظ فارميها فكده. فبتجيب لي بقى الحاجات اللي انا ببقى محتاجاها. جابت لي طبعا بوست الهند، مش عارفه انا قلت لكم ولا لا. وجابت لي زبيب. وربنا يخليها ليا يا رب. انا عارفه ان انتوا هتقولوا لي انت مقفوره في حق امك قوي، بس بامانه ربنا انا امي ديت شبشبه فوق راسي. انا امي ديت ما عنديش اغلى منها في الدنيا دي كلها. طبعا بقى ربنا يخليها ليا وما يحرمنيش منها ابدا. جابت لي طبعا فاكهتي كلها، وجابت لي خضار، جابت لي بصل وبطاطس وطماطم وخيار وفلفل، جابت لي حاجات كتير قوي والله. هو احنا 3 بنات وولد. طبعا انا الكبيره بتاعتها المتجوزه. طبعا انا اخواتي التانيين لسه صغيرين، واحده مخطوبه والتانية لسه صغيره.
فطبعا انا الكبيرة بتاعتها بقى، يعني انا واخدة المحبة حبة صغيرين مش حبة كتار. طبعا احنا عندنا اخويا هو اللي واخد الدلع كله، فربنا يبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب ويحميهم لي كده، وما اشوفش فيهم اي حاجة وحشة ابدا ابدا ابدا، واشوفهم احسن ناس في الدنيا دي كلها، وربنا كده يبارك لي فيهم كلهم. علشان بصراحة انا امي دي تعبت علشاننا جامد قوي قوي يعني. ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويخليهم لي. طبعا بقى واحنا جايين نزلت روحت المحل اللي انا بجيب منه الحاجات، نزلت جبت الحاجات اللي انا محتاجاها. جبت بقى مكسرات عشان طبعا الشغل اللي هو هيبقى بتاع النواعم هحتاج فيه مكسرات، فروحت جبت مكسرات. اسعار المكسرات غالية جدا جدا بصراحة، مقفورة المرة دي افورة جامدة، يعني رمضان اللي فات ما كانش الاسعار دي موجودة. البندق في حتة تانية خالص، يعني بصراحة الله يكون في عون الناس اللي بتشتغل بكميات كبيرة كبيرة جدا جدا. كان عندي دقيق وعندي حاجات كتير، فانا استخدمت بس رحت جبت الحاجات اللي انا هبقى محتاجاها، فرحت جبت بس الحاجات اللي انا هبقى محتاجاها. آه، طبعا جبت بسكوت اوريو، بسكوت لوتس، جبت حاجات كتير اللي هي بتاعة التزيين. جبت طبعا كريم شانتيه، انا بستخدم الكريمه اللباني اللي هي الريتشي، دي احسن نوع في السوق واغلى نوع في السوق، علشان اللي يقول لكم مثلا دي هي عامله كذا اقول لهم لا، دي هي اسعارها كذا. فانا استخدمت اصلا، يعني انا اتزنقت وجبت من العطار اللي عندي قال لي ريتشي وسعرها اقل من اللي انا بجيبها، فانا شمتها وعارفه، يعني عارفه ريحتها وعارفه الطعم بتاعها، فقلت له لا دي مش ريتشي. قام راجع في كلامه وقام قايل لي ديت كريمه اللي هي الخام، الكريمة الخام. طبعا عايزة اقول لكم استغفر الله العظيم من طعمها ما كانتش حلوة خالص. جبت من كل حاجات اللي هي بتاعت التزيين 20 30 50. المكسرات جايبها، انا جايبة تشكيلات والله مش فاكرة انا كنت جايبة بكام. جبت شوكولاتة خام، جبت ملبن، جبت بتاع اسمه ايه عجوة، جبت كاكاو، جايبة كاكاو غامق وكاكاو فاتح، جايبة زبدة فرني ب140، جايبة، انا جبت يا بنات بقسماط. انا كان قصدي ان انا اقول له انا عايزه فيجيتار تمام، قلت له عايزه بقسماط، فهو اداني البقسماط دي وانا مش عارفه هستخدمها في ايه او اعمل فيها ايه بصراحه، يعني انا مش عارفه هي بتستخدم في ايه اصلا. فانا اصلا اللي كان في بالي واللي كان قصدي ان انا اجيب فيجيتار مع عرق سوس، ابو سليم كان طالبه مني فانا جبته، هو ما شاء الله بيشربه وبيحبه، اما انا مش بحب العرق سوس خالص. فاتلخبطت بقى وجبت فيجيتار، جبت بقسماط بدل الفيجيتار. كنا طالبين اوردر اونلاين، طبعا الاوردر جه برضو يعتبر في نفس اليوم بس كان بالليل. قلت هصوره معاكم بقى يبقى كله مشتريات مع الموسم بتاعي مع كده يعني. انا جبت بقى منه شوية حاجات، بصراحة انا زعلت جدا جدا لما هو جه، علشان الحاجات اللي انا كنت طالباها في حاجات جاتلي زعلت منها، وفي حاجات قال لي هي خلصانه وما قاليش الا بعد ما الاوردر جه. وطبعا انا طالبه الاوردر بقالي اسبوع وجالي بعدها على طول ب3 ايام. فجاب لي انا كنت طالبه قوالب سيليكون زي اللي انتوا شايفينها دي، كنت طالبه يعني كنت طالبه حوالي 10 اشكال. ما جابليش منهم الا 3 أو 4 مش فاكره بصراحه هم قد ايه، جابلي باين منهم 4. وبعد ما هما جم يعني بعد ما الشحن جالي كلمته قلت له فين الحاجه اللي انا طالباها، قال لي الحاجه خلصانه ومعرفتش اقولك. فانا زعلت جدا ان هو ما قاليش، كنت اخترت حاجات بدلهم بدل ما الشحن جه بسيط جدا. انا كنت طالبه منه حاجات ب1500، جالي حاجات بس يعتبر ب800 جنيه. القوالب السيليكون دي كلها عامله 55، كانت عامله 55 واللي هي الكور عامله 55 برضو، جبت 2 ب110. واللي هو البتاع اللي هو الاشكال بتاعت عجينة السكر دي ب20 جنيه. والقالب السيليكون الزغنطوط خالص اللي هو المجسم بتاع الوردة ده ب35 جنيه اللي هو الابيض الصغير. وجبت منه القطاعات اللي هي الارقام ب45 جنيه، وجبت منه القطر ب55، وجبت منه القوالب الطرد ب35 جنيه، 35 واحدة يعني الواحدة واقفة بجنيه. جبت الخمسة ب35 ب35 جنيه.
جبت المفرش ده زعلت عليه قوي قوي. انا كنت مفكراه اللي هو فيه اللي هي الذبذبه الزغنطوطه دي، جالي لقيته اللي هو العادي اللي هو ما فيهوش الذبذبه. انتوا فاهمين اقصد ايه؟ يعني اللي هي ممسوحه، مش اللي هو فيه ذبذبه صغيره كده بتعمل شكل حلو في البسكوت او في الصابليه. فطبعا زعلت جدا ان هو جالي ساده. وجبت منهم برضو اسمه ايه السكليبر اللي هو السلستين ده. بصراحة طلع كبير جدا وتقيل، مش قادرة اوصف لكم عامل ازاي. يعني هو تقيل جدا جدا وكبير، كبير قوي وتقيل. عايز حد يعني عايز اللي يشتغل بيه يشتغل بيه جناش مع عجينة السكر، مش عايز كريمة نهائي علشان هو تقيل جدا على الايد، فمش عارفة اشتغل بيه بصراحة. وما جاليش الا الاربعة سيليكون بس، الاربع قوالب سيليكون بس هما اللي جم. كنت طالبة حاجات تانية برضو ما جاتش، وما قاليش الا بعد ما يعني الحاجات اللي قدامكم ديت واقفة عليا ب850 بالشحن. الشيال 40 جنيه والشحن كان 80 جنيه، والبقية الحاجات التانيين بقى. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلاص هيبدأ يخلص معاكم. اشوف وشكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.